السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتنا الذمول أو الكعك الصنعاني. ما راح أقول لكم قديش الوصفة جدا لذيذة وروعة، بس انتوا جربوها واعطوني رأيكم. نبدأ بالمكونات: 4 أكواب من الطحين لجميع الاستعمالات، وعندي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من الملح. عندي هنا 3 حبات بيض، راح استخدم حبتين كاملة وحبة راح اخذ منها البياض، والصفار راح استخدمه لدهن الخبز. عندي كوب الا ربع سمن بلدي مع سمن نباتي، وكوب الا ربع حليب، واعجنها لحد ما تصير معايا بهذا القوام. راح اخليها تتخمر حتى يتضاعف حجمها، وابدأ في تكويرها بهذا الشكل، يكون حجمها جدا صغير، ما تكبروها. اذا حابين تكون قطع كبيرة حسب رغبتكم. اخليها 10 دقائق بعد ما كورتها وابدأ افردها. اقدر افردها بيدي، افردها بالنشابة، طبعا بيكون سهل علينا فردها لان العجينة اخذت راحتها. افردها بعدين اشكلها، او انكم تخلوها شكلها عادي بدون اي تشكيل، ما في اي مشكلة، كله مناسب. بعد ما اشكلها اصفها في الصينية وادهنها بصفار البيض. ضفت الصفار البيض شوي من الخل وشوي حليب مبخر، وبعدين ارش عليها حبة البركة والسمسم، واكون مسخنة الفرن تقريبا من 10 دقائق الى ربع ساعة. اول ما يستوي من تحت وياخذ لون ذهبي راح اشغل الشواية عليه من فوق واخليه ياخذ هذا اللون الجميل. طبعا انا قدمته مع الكرك، وتقدروا تقدموه مع الحليب الابيض والزنجبيل، وطبعا العسل ما نغنى عنه. جربوا وصفتنا اللذيذة وارسلوا لي تطبيقاتكم، وشكرا للمتابعة.